باقي اقول لك حاجه، امم سد المايك، سد المايك انت والمتفائله عشان ما تشوشوش علي. ايوه. شوف، اليوم انا كنت في اليوتيوب وطلع واحد مغربي قال كلمه والله انها في الصميم، وهي جديره انني اذكرها لكم اليوم. قال: والله يحمد الله الجزائريين كلهم، 40 مليون جزائري يحمدون الله على نعمة الملك محمد السادس. قلت له: كيف؟ قال: الجزائريين يحمدون الله على نعمة الملك محمد السادس وعلى نعمة الملكية في المغرب. قلت له: ليش يحمدوا الله؟ قال: والله يا أخ أسعد، تخيل. قال لي كلام مقنع، والله كلام مقنع، وأنا سأقصه كذا لوحده وأنزله هنا في اليوتيوب في التيك توك. قال: والله يا أسعد، لو أن حكامنا في المغرب بنفس عقلية شنقريحة وبنفس عقلية تبون وعقلية العسكر، أولئك العسكر الذين يحكمون هذا البلد، لكانت البلدين قد ذهبتا إلى الجحيم ودخلوا في حروب طاحنة. لكن لدينا ملك حكيم يصبر، يتجاوز، يتركهم في غيهم، هم يشطحوا وينطحوا وهو يشتغل في التنمية وفي البناء. قال: تخيل أنه ملكنا أو قيادتنا العسكرية في المغرب بنفس عقلية شنقريحة. قال: كل يوم تلاقي حرب. قال: والله كل يوم تلاقي حرب، تأكل الأخضر واليابس، تأكل الجزائريين والمغاربة معا. لذلك على الجزائريين قبل المغاربة أن يحمدون الله على نعمة الملك محمد السادس. والله أنه دخل مخي هذا التفسير. تخيل، دخل مخي وحسيت أنه كلام مقنع. لأنه لو المغاربة بنفس عقليتكم قيادة وشعبا على فكرة ليس الشعب فقط، لو أن المغربي يفكر بنفس عقلية الجزائري، أقسم لكم بالله يمكن تضيق الأرض عليكم، ما تقدروا تعيشوا. لكن سبحان الله يا أخي، ولولا دفع الله الناس بعضهم ببعض لفسدت الأرض. أنتم هائجين والمغاربة عاقلين، يمتصوا غضبكم، يسايروكم، وإذا خاطبهم الجاهلون قالوا سلاما. أنتم تجنحوا للحرب وهم يجنحوا للسلم، أنت تجنح للقطيعة وهو يجنح للتقارب، أنت هو يقول لك تعال يا تبون ننسى الماضي وأنت تقطع الحدود. فبالتالي فعلا عليك أنت أولا هنا داخل اللايف وعلى كل الجزائريين داخل الجزائر أن يحمدون الله على نعمة الملك محمد السادس. تعرف ليش؟ أخيرا يعني حتى لا أخذ حقك في الكلام وسأعطيك حقك، أنا لن أصادر لك حقك. أنكم داخلكم أنتم الجزائري الذي هو بكامل قواه العقلية ويملك عقله، والله أنه يحترم الملك محمد السادس، يحترمه. شوف، أنا من الناس اللي ربما أنتقد سياسات الدولة أو الملكية في المغرب، لكن من ناحية الخلق والسلم والحكمة لولا هو يقدروا يعيشوا أهلك داخل الجزائر. شوف، بس أنا أضرب لك مثال واضح، المفروض تخجلوا أنتم كجزائريين أنكم تعادون الملك بهذا الطيبة. والله يخجل الجزائري الحر الشريف أنه يعادي ملك لم يؤذيه أبدا، ما آذاكم يا أخي. من سمات ملوك المغرب. سامحوني طولت شوية، بس لا حد يفتح ميكروفون، أنا مسترسل، أنا مسترسل وعندي فكرة لازم أوصلها، وحقكم كلكم مضمون في الكلام. شوف كم أنتم تعملون ليل نهار على تشويه المغرب وتحريض الجزائريين على المغاربة وخطاب الكراهية، بينما هم من أيام الملك محمد الخامس إلى ابنه الملك الحسن الثاني إلى ابنه الملك محمد السادس لا يوجد لا خطاب إعلامي ولا خطاب في الدولة ولا شيء يقولوا لهم اكرهوا الجزائريين، الجزائريين سيئين أبدا. خلوهم كذا على الفطرة، طلعوا دايرين النية. بينما أنتم أنظمتكم من عند بو خروبة هذاك القدر إلى عند تبون، وأنتم خطاب كراهية، خطاب كراهية، المروك 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 المروك. يا أخي ملوك، تحس إنهم ملوك عندهم أخلاق، إنه يعني تحس إنهم من تربة ذلك البلد، تحس إنهم أصلاء، أصالة. والله أنا لما أشوف مثلا الملك محمد السادس أحطه قدامي وأحطه تبون، أحس ما بين الأصالة والتقليد. الأصيل الذي جينته نظيفة والمهجن هذا الفرنسي هذا إلى الآن الملك محمد السادس لا يدعم أي فصيل انفصالي داخل الجزائر. يا أخي خجلوه،
خجلوه خجلوه، خلوه عندكم حمرة خجل. انت ميزانيتك، انت الجزائرية، ميزانيتك وغازك واكلك وشربك يذهب لابراهيم غالي وللبوليزاريو دعم لا محدود. علشان ايش؟ توجدوا بؤرة فاسدة داخل المغرب وتقسموا الارض. الى الان ملك المغرب لا يبادلكم بنفس الطريقة، ولديه خيارات. اذا انت ما عندك الا البوليزاريو، هو عنده الازواج والقبائل والطوارق والجن والمعارضين داخل. إلى الآن لم يثبت على المغرب ولا 1% أنها استخدمت واحدة من هذه الفصائل الانفصالية كي تعاملكم بالمثل. تعرف أقول لك حاجة يا صاحبي، أنت الجزائري وكل الجزائريين يسمعوا هذا الكلام، والمغاربة يعرفون أنني لا أتزلف ولا أنافق. أقسم بالله العظيم أنني ما أحببت ملوك المغرب وأكبرتهم وأجللتهم إلا عندما رأيت كيف أنهم يتعاملون معكم بأخلاقهم، وأنكم تتعاملون معهم بلا أخلاق. أعجبوني يا أخي. أنا أختلف معهم في أمور، نختلف في التطبيع، نختلف في أمور، لكن في أخلاقهم وفي سماتهم وفي تسامحهم، وكيف أنهم يتجاوزون عنكم، ينظرون إليكم كالإخوة العاقين. حتى إلى الآن لا يعتبرونكم أعداء. يعني على مستوى الدولة، على مستوى الدولة المغربية لا يوجد أي تصريح، لا الملك ولا الرئيس ولا الوزير ولا حتى أي واحد في الحكومة يقول أن الجزائر عدو. ما يعتبرون، بينما أنتم تعتبرون العدو الوحيد في هذا الكون. في هذا الكون أنتم ما عندكم إلا المغرب، المروك عدو. كيف ما أحترمه يا أخي؟ كيف ما أحترم الملك محمد؟ والله أنه يحتاج تعظيم سلام. سير، عندك الميكروفون، قول.